أحيا الفنان عاصي الحلاني حفل غنائي كبير ضمن حفلات مهرجان طرابلس الدولية. كامل عرب بود في لبنان حضرت فعاليات الحفل والمهرجان، وقابلنا كمان الفنان عاصي الحلاني في لقاء حصري للبرنامج. على فكرة طرابلس أنا السنة الماضية غنيت بنفس المحل بشهر 9 كمان يعني، بس السنة قرروا يعني إعادة مهرجانات طرابلس الدولية رسميا إذا بدك، ولكن السنة الماضية أنا غنيت هون وكان في الإقبال تقريبا نفس الشيء. عاصي الحلاني قدم في الحفل عدد كبير من أجمل أغنياته القديمة والجديدة واللي تفاعل معاها جمهور المهرجان. جينا يا طرابلس بعد طول سنين نرجع ليالي الفرح ونرد ماضيكي، هل ونحزم على ترابك جبل صنين، هل ونحزم على دراجك جبل صنين، وننزل نجوم السما لا يسهروا فين. سألنا كمان عاصي الحلاني عن رأيه في حجم الإقبال على الجمهور اللبناني على المشاركة في فعاليات المهرجان وكمان حضور حفلته في طرابلس. اليوم كان مثل ما شفتوا الإقبال الحمد لله كتير منيح، وإنما أنا دايما بهمني تفاعل الناس كمان، يعني الحفلات كلها تقريبا عم تكون منيحة، كلها عم تكون مليانة، لأنه الشعب اللبناني شعب حي، بحب يفرح، بحب يسهر، بحب الحياة. عاصي يعتبر كمان حفله في طرابلس من أهم وأضخم حفلاته الغنائية واللي قدمها على مدار السنة في لبنان، ومن بينها حفلات في أماكن تانية زي السور والأرز. بعتبر اليوم كان من المهرجانات اللي عملتها السنة بلبنان الرائعة، يعني أنا الحمد لله كانوا كلهم حلوين، كانوا كلهم إقبال وتفاعل من صور للأرز لأنفي لغسطة يعني لليوم أشرفية. اليوم ختامها برأيي أنا كان رائع، نشكر الله. سألنا كمان عاصي الحلاني عن حفلاته اللي أحياها في مصر وعن النجاح الكبير اللي حققه عند الجمهور المصري وحب المصريين ليه. ابتديت بمصر، عملت بشرم الشيخ حفلتين، بعدين كنا بالساحل الشمالي والقاهرة. الحمد لله إنه كان في إقبال كبير، كان في تفاعل كبير، كان مثل ما تعودت دايما على جمهوري بمصر ببدلوني الحب والمحبة، والحلو بمصر إنه حبوني مثل ما أنا، يعني مش إنه حبوني لأني أنا غنيت لون يعني غيرت لهجتي أو غيرت، لا، مثل ما أنا لوني اللي أنا غنيته، يعني بحبه كتير، واني مارق مريت كتير، بحبك وبغار كتير يا ماما، يعني حبوني، قومي رقصي لي بعد هلا أحب الليل، حبوا الستايل اللي عم أقدمه مثل ما هو، وهيدي الشغلة كتير بتريحني، لأنه وين ما أكون بالعالم حلو تكون أنت عم تكون أنت، ما عم تجرب تخلق شخصية جديدة لحتى تخلي الناس يحبوك أو يتفاعلوا معك. بحيي كل اللي عم يتابعونا من خلال أرابود ومن خلال روتانا، وإن شاء الله دايما بنكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله نشوفكم دايما بألف خير.